السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السمسم طبعا يا اخواننا، السمسم ده في الجزيرة ما شاء الله سمسم زي السمسم، شايفين تبارك الرحمن. جونجو ليبيا طبعا ده واحد من ناس جونجو ليبيا، ده دبدوب ده جا من ليبيا، ده تبع جونجو ليبيا، والسنة جا الزراعة ويزرع غصبا انه طبعا جونجو ليبيا كلكم تجوا ان شاء الله للزراعة. بشرى. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي ومشاهدي والشيخ طارق بروفة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، وربنا يصلح البلاد ويصلح على السودان، وإن شاء الله يكون السودان آمنا مستقرا بحول الله سبحانه وتعالى. من حقل السمسم يتبع للحبوب الزيتية بجانب الفول السوداني وزهرة الشمس والقرطم وغيرها. والسمسم يزرع أهم الدول المنتجة للسمسم الهند والسودان والصين وبورما والمكسيك. ففي السودان يزرع في منطقة القضارف والدمازين وأجزاء من غرب السودان في منطقة كردفان ودارفور وغيرها. فالسمسم بكل تأكيد هو يعني مصدر يعني للعملة النقدية، فيأتي بالعملات الصعبة. أدخل في السودان لتنويع الصادر هنا. فهنا في السودان يزرع في ضمنه من ضمن المحاصيل العروض الصيفية كذلك. ونحن هنا بنأوله كثيرا جدا جدا، وبينما نحن في مشروع الجزيرة لا يؤهل كثيرا، على اعتبار انه يعني هو محتاج لتربة يعني صلصالية غنية جدا جدا، ويزرع هنا بالأمطار في منطقة القضارف. فطارق بروفة ان شاء الله هنا من حقل السمسم، فهو من طبعا من محاصيل يعني الحبوب الزيتيه، فيمدك بالزيت والبروتين يا سلام. ان شاء الله. شوفوا السمسم يا اخوانا، شوفوا السمسم ما شاء الله تبارك الرحمن مع الاجواء الخريفيه. دي النبته ما شاء الله في طور الازهار. فان شاء الله يعني نعيدكم ان شاء الله بالانتاج من السمسم ان شاء الله. وفي السودان هو اكبر دوله منتجه السمسم على مستوى العالم جدا، على اعتبار انه يمكن يملك مساحه واسعه جدا جدا، منطقه الغرب ومنطقه الشرق في القضارف. هذه المناطق تنتج بكميات مهوله جدا جدا. فالقضارف يعني معروفه يعني بانتاجها العالي في السمسم. فان شاء الله يعني هنا في مشروع الجزيرة لا يؤهلها كثيرا، لكن أدخل هنا لمشروع الجزيرة لتنويع المحاصيل الزراعية، لكن لن يكون من ضمن الخطة الزراعية في مشروع الجزيرة. فإن شاء الله يعني في غدا الموعد إن شاء الله نعدكم إن شاء الله بإنتاج يعني كبير جدا جدا من المحاصيل الصيفية. واحد من جونجو ليبيا تزرع سمسم ولا ما تزرع سمسم؟ ان شاء الله يا جماعه ليبيا ان شاء الله بروح ذات حشيله معي ان شاء الله ليبيا، لانه البلد بلد صعبه شويه. صعبه شنو هذا؟ ده واحد من جونجو ليبيا عنده جا والله قاعد جوا السمسم ما مصدق ذاته، بياكل في القش. تقول لي قال هنا ده والله ما لقى الخير ما صدق ذاته. اسمع ده هجيبه لكم ان شاء الله ليبيا ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله هذه صوره طبيعيه خالصه جدا جدا، لا يوجد فلتر ولا يوجد فوتوشوب ولا شيء، انما هي صوره حقيقيه. يا سلام يا سلام، صوره حقيقيه جدا جدا. هاي الناس طبعا ما مصدقين انه ده الخضار ودي الصوره الحقيقيه. ما شاء الله طارق بروفة يعني هو بينقل الاحداث الحيه من داخل مشروع الجزيره، وينقل الاحداث كل صغير وكبير على الطبيعه مباشره، لا يوجد اي غش ولا خداع، وانما هي صور حقيقيه. يا سلام يا سلام. فان شاء الله هاي جونجو ليبيا اقتنعت من انه الصوره دي حقيقيه ولا ما حقيقيه؟ ورينا بس في الواقع اللي انت قاعد فيه. الصوره ما شاء الله والخضار طبعا ما شاء الله 100%. بس لكن برضه اقول لكم حاجه يا جماعه، اخير جونجو ليبيا يعني والله ما يخشكم ساي والله. واسي عايش في نعيم، المطر دقت وضارب العصيده وجاي مرتاح قاعد في الخضار، ما يقول لكم يا زول اخير هناك وهناك. جونجو ليبيا اموركم مستشفى يا زول. الناس اللي قاعدين في الجزيره هناك قاعدين ما لاقين شغل 3 يوم 4 يوم. تعالوا ولا شايفين الزول ده بضحك عنده سنون والله ما يخشكم ساي. في الختام ان شاء الله يعني ربنا يجعل السودان آمنا ومستقرا وإن شاء الله سلام ورخاء بإذن الله، وربنا يرفع عنا الحروبات والغلاء والبلاء بإذن الله سبحانه الله. فكل تحياتي لكل سوداني وكل عشاق طارق بروفة على بالعالم أسري بحول الله. تحياتي لناس جنوب ليبيا كلهم يا أخي، تحياتي لهم كلهم يا السلام يا جماعة. بنغازي يا سلام يا سلام. بس بنغازي تحياتكم وصلت، أهم حاجة يا أخي. يا سلام عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.